بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من المعلوم أنه كافر مخلد في النار. هل يجب علينا أن نبغضه لأن بغض الكافرين لله من أوثق قرى الإيمان؟ وهل من الممكن أن نقول أننا نبغضه لله وإن كانت له شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ الذي نص عليه الكتاب والسنة أن أبا طالب مات كافرا في النار. الكتاب والسنة قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب أنه أهون أهل النار عذابا وإن نفعه. لكن هل هذا ينافي بغضه؟ لا ينافي بغضه. الرسول صلى الله عليه وسلم يبغضه لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق قرى الإيمان. وإن كان بغض أبي لهب أعظم وبغض رؤوس الكفر أعظم، لأن هذا الرجل دفع الله به عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.